مالك يا خروف؟ خايف كده ليه؟ في ناس غريبة جاية، أنا مش عارفهم مين يا عم يوسف. إحنا الرعاة اللي كنا سهرانين وبنرعى الغنم، وشفنا حاجة غريبة ورسالة من السما عجيبة، هي اللي خلتنا جينا هنا. رسالة ايه؟ وإحنا سهرانين على الغنم لقينا نور جامد، خفنا، لقينا ملاك الرب بيكلمنا ويطمنا ويسبح ويقول: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. وقال لنا بشرى بالمولود مخلص العالم، ووصف لينا المكان والمسود وجينا نسجد ليه. وفين الغنم؟ ما جبتهمش ليه يدفوا معانا بابا يسوع؟ احنا تركنا كل شيء والغنم وجينا فرحانين ندور على المولود. هو انتوا معاكم ضيوف تاني؟ في ناس غريبة جاية من بعيد شكلها ناس غنية. لا، احنا وحدينا مش معانا حد. احنا اسمنا المجوس، جايين من بلاد بعيدة بندور على الملك المولود. طب وانتوا عرفتوا ازاي؟ احنا شفنا نجم غريب جدا منور بشكل غير كل النجوم، وسألنا علماء الفلك قالوا ان في ملك مولود، واحنا جبنا هدايا معانا وجينا نسجد له. وعرفتوا الطريق هنا ازاي؟ احنا رحنا سألنا الملك هيرودس، قال اللي ما يعرفش حاجة ولا يعرف هو مين، وقال لنا لما تلاقوه تعالوا خبروني عشان اسجد له. وفضل النجم ماشي قدامنا لحد ما وقف هنا، واحنا جايبين معانا هدايا بسيطة نتمنى تقبلوها، دهب ومر ولبان. انا شفت النجم ده جميل قوي، موجود اهو وسط الملايكة الجميلة اللي بتغني وتهلل للطفل يسوع. ممكن بقى نعرف سر الملك المولود؟ أنا ظهر لي ملاك وقال لي: السلام لك يا مريم، مباركة أنت في النساء، وبشرني إن الروح القدس هيحل فيا وأحمل بمخلص العالم. ولما سألته كيف يكون لي هذا وأنا لم أعرف رجل، قال الروح القدس يحل عليكِ وقوة العلي تظللك، والمولود منك يسمى عمانوئيل ويخلص العالم. قلت له: هو ذا أنا آمة الرب، ليكن لي حسب قولك. وبشرني كمان إن أليصابات العاقر حامل. وانا لما عرفت ان خطيبتي حامل كنت هتركها سرا، لكن ملاك الرب ظهر لي وفهمني ان المولود ده هو مخلص العالم. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. انت ليه ساكتة؟ ابنك ده ليه شأن عظيم، ده ملك اليهود. انها تحفظ كل الامور دي في قلبها ومتتكلمش بيها. طيب احنا لازم نمشي دلوقتي لاننا مسافرين لمكان بعيد جدا ونركب على الجمال. اتمنى تقبلوا الهدايا بتاعتنا. ليه دهب وليه لبان وليه مر؟ مفيش حاجة حلوة لينا، احنا خرفان المزود. بس يا خروف يا شقي، الدهب رمز الملك، واللبان رمز الكهنوت، والمر بيرمز للآلام. كل هدية بترمز لحاجة مهمة في حياة ابني. ياه، دي حاجات ليها معاني كبيرة قوي. سلام ليكم، احنا ممكن نمشي دلوقتي؟ سلام يا رب معكم ويحفظكم. يا ترى رحلتكم الطويلة دي لفين؟ احنا هنرجع لهيرودس الملك وتخبروا بالمكان عشان يجي ويسكن للموجود. الملك هيرودس، انا اخاف على النونو منه. اهدى يا خروف وما تخافش، ربنا بيدبر كل شيء. ويخرجوا المجوس ومن طول الطريق ينعسوا ويريحوا شوية، وهم نايمين يظهر ليهم ملاك. سلام لكم أيها المجوس. السلام ليك يا ملاك الرب. لا تذهبوا من هذا الطريق ولا تذهبوا إلى هيرودس،
لأنه يريد أن يقتل الطفل، بل اذهبوا من الطريق الآخر. خافوا المجوس وسمعوا كلام الملاك وسافروا من طريق غير طريق هيرودس. ولما سمع هيرودس انهم ضحكوا عليه اغتاظ جدا ونادى على الحراس: يا حراس، قد استهزأ بي المجوس ولم يعلموني مكان يسوع، ولكني لن أسكت إلى أن يأخذ مكاني في الملك. اذهبوا واقتلوا كل طفل بيت لحم. أمرك يا مولاي الملك. وذهب الحراس وقتلوا كل أطفال بيت لحم، وصار صراخ عظيم في كل بيت. رحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا بالمؤمنين. أحداث الميلاد المجيد جميلة وكلها عجائب ومعجزات إلهية. افتح قلبك ليكون مسكنا مثل المزود. كن قلبا يدفئ مكان المولود مثل الخروف. قدم قلبك هدية كالمجوس. بشر بميلاده كالرعاة. كن شاهد على معجزة ميلاده مثل يوسف النجار. كن مطيعا متواضعا خاضعا بالحب مثل العذراء. كن كنجم المشرق يدل التائهين إلى موضع الرب يسوع. كن مثل جمال المجوس يساعد ويتحمل مشاق الطريق لأجل الوصول إلى رب المجد. كن كالملاك تحمل أخبار سارة تفرح القلب. وإنت من تريد أن تكون في شخصيات الميلاد العجيب؟ كل سنة وإنتم طيبين.